السلام عليكم متابعيني الغاليين عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم تدميس الفول للمرة التانية. عملت معاكم قبل كده وصفة من قريب، الصراحة كانت تحفة حلوة جدا، بس كذا حد قال لي مي احنا عايزين الطريقة العادية بتاعة المحلات. تعالي بقى النهاردة في الفيديو ده هتعملي شوية فول ما شاء الله بدون اي اضافات حرفيا. هتعملي فول زبدة طعمه حلو جدا جدا، ولونه وقوامه هيطلع معاكي زي ما انت شايفة كده تقيل ومستوي جدا جدا جدا، ولونه حلو جدا فاتح مش غامق ولا اي حاجة. هقولك ازاي تعمليه من غير طبعا دماسة، وهيطلع برضو معاكي من غير الوش الاسود بتاعه. ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجة خالص هنا انا جبت كمية من الفول، انا كده هقولك مقادير الكيلو الفول. باجيبه الفول البلدي، بتكون الحبة بتاعته صغيرة ولونها فاتح، ودي أحسن أنواع الفول في التدميس. باجيبه وبغطيه بالمية وبنقعه من بالليل لغاية الصبح، يعني الفول اللي قدامكم ده كان منقوع. وبجيب برضو معايا هنا فول مدشوش أو فول بتاع الفلافل، برضو بنقعه من بالليل للصبح في حاجة تانية، وبعد كده بشتغل فيهم على طول. كمية الفول المدشوش كوباية كبيرة لكل كيلو من الفول المدمس. هو دي بس المكونات عندي. هنا بقى جبت الفول وحطيته في حلة كبيرة، وبعدين طبعا بعد ما غسلتيه كذا مرة ونغير عليه المية كذا مرة، شطفته كويس جدا وغسلته هو الفول مدشوش، وبعدين حطيته في حلة كبيرة وضفت عليه عصير ليمونة كبيرة. يبقى كيلو الفول عشان تدمسيه انت محتاجة كوباية فول مدشوش وكمان ليمونية، وبعدين نزلت عليهم بمية بتغلي. لازم جدا جدا في الطريقة دي ان انت تحطي مية بتغلي، ده بيتسرع جدا جدا من عملية السوى، وكمان بتطلعه معاكي زبدة، يعني قشرته بتدوب بسهولة. قلبي بقى كده كويس جدا الفول المدشوش مع الفول مع الليمونية وارفعيهم على النار. اول حاجة خالص انا بحطهم على نار عالية لغاية ما اتأكد ان الفول خلاص اخد من درجة حرارة المية المغلية اللي انت حطيتيها وبدأ ان هو يغلي. مهم جدا ان انت تتبعي خطوات السوى، لان هو دي هتفرق جدا 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 معاكي في اللون وفي القوام. اول بس ما بتبدا ان هي تغلي بغطيه زي ما انت شايفه كده، وبجيب اي تقل عندي، مثلا هنا عندي طاجن فخار بقلبه كده على غطا الحله، وبوطي وبهدي النار جدا جدا كأنك بتسوي رز، وبسيبه ساعتين، مش بفتح عليه قبل ساعتين نهائي. شايفين ما شاء الله الله اكبر كده بعد ما عدت ساعتين؟ شايفين مفيش اي وش خالص خالص خالص، ولونه زي ما هو فاتح. ببدأ طبعا هتلاقيه ان هو اتشرب المية بتاعته، ابدأي ان انت تضيفي عليه وبرده مية مغلية. كل المية اللي انت هتضيفيها على الفول اثناء التسوية لازم تكون مية مغلية، علشان ما يوقفش من عملية سوى الفول لو انت ضفتي مية من الحنفية او مية باردة، وهياخد معاكي وقت كبير جدا ان هو يستوي. طبعا زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يستوي، بدأ ان هو يدخل في السوى، بس طبعا لسه القشرة بتاعته جامدة. فهقلبه بقى كده تقليبة حلوة من فوق لتحت علشان الفول كله ياخد نفس درجة السوى. وبعد كده برضو ببدأ ان انا اغطيه بنفس الطريقة، تحكمي الغطا كويس جدا جدا جدا، وبعدين بحط عليه التقل وبرضو بهدي النار. بتكون شمعة يا جماعة، النار لازم تكون هادية جدا، وبسيبه كمان ساعتين. يبقى اول حاجة ساعتين، وبعدين شايفين ما شاء الله هنا في المرة التانية بعد الساعتين التانيين هتلاقي بقى مية الفول بدأت ان هي تتقل، وبدأ ان هو يعمل وش كده تقيل. ما شاء الله شايفين يا جماعة لونه؟ الليمونية مهمة جدا 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 في الطريقة دي، لان هي دي اللي هتخلي لون الفول بتاعك فاتح لغاية نهاية السوى وما يتأكسدش ابدا مع الهواء. شايفين ما شاء الله؟ بقلبه برضو تقليبة كده حلوة من تحت لفوق علشان اتأكد ان هو هياخد السوى كله، وبرضو بضيف له مية مغلية. ضروري جدا 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 المية اللي انت هتضيفيها تكون مية مغلية، وبتقلبيه برضو كويس جدا جدا، وبعدين بتغطيه. واثناء السوى كل مدة السوى لازم تكون درجة الحرارة هادية جدا كأنك بتسوي رز. طبعا انا كنت عاملة معاكم الفيديو قبل كده، ما شاء الله. افتحي القناة وادخلي عليه. شايفين هنا بقى المرحلة دي بدأ ان هو يستوي اكتر، برضو بغطي عليه وبسيبه كمان ساعتين. يبقى هو كده اخد معايا التوتال 8 ساعات، ساعتين وبعد كده ساعتين ودي اخر ساعتين. ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. شايفين يا جماعة حلة الفول
يا سيدي، ولا تقولي بقى دماسة ولا تقولي أي حاجة خالص. بجد يا جماعة الوصفات دي اللي انت بتعمليها في البيت، والله بجد بعد ما تعمليها هتكتشفي ان انت ما كنتيش بتاكلي فول، يعني انت كنت بتاكلي فول واضافات والوان صناعية والطعم متغير. انا بقالي مثلا قولي 4 سنين كنت بعمل الزبادي ونزلت لكم الفيديو بتاعه، وبرضو بعمل الفول. وما شاء الله من ساعة ما انا عملتهم في البيت انا ما بشتريهمش من بره خالص. مش بس توفير، ولكن علشان الطعم والريحة والقوام واللون بجد مختلف تماما. شايفين؟ ما ما شاء الله. تنسوش الشير واللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير، واشوفكم على خير.